وطبعا بعد شويه التحق بنا المدرب توفيق زعبوب، وقبلها زادت بعد شويه التحق بنا الناطق الرسمي للاتحاد المنستيري محمد امين الصيادي، تو كان موجود ناخذوه. طبعا خلينا نحكيو على ما حدث. خلينا نسال ساعه منتصر، كيفاش عشت المباراه البارح وعشت انسحاب الاتحاد المنستيري؟ والله هو انسحاب مر كافة جماهير الاتحاد المنستيري، العائله الموسعه نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري، الناس كل كانت مأمله وعاطي امل كبير معناتها في الترشح بما انه الفريق فاز 1-0. شفت الاجواء ما قبل المباراه، انا بصراحه كان فما امكانيه باش نتنقل كان تنقلت لمن الظروف. الناس كل كانت متحمسه في المقاهي، ناس متجنده تشجع قلب ومعناتها بقلب ورب كما نقولوا احنا بكره القدم. بصراحه معناتها وبعد خروج الفريق خاصه في الشوط الاول 0-0 وهي نتيجه ممتازه جدا. كنا نتصوروا اللي معناتها الاتحاد الرياضي المنستيري معناتها قادر باش يخرج بورقه الترشح بما انه الفريق المنافس باش يولي يلعب ضد الوقت وضد الاتحاد الرياضي المنستيري، والاتحاد المنستيري قادر بالمرتدات باش يباغت فريق مولودية الجزائر. لكن نتصور معناتها اللي صار بين الشوطين، بعد عرفت شنو اللي صار يعني بين الشوطين، صارت برشا تشنجات بين الشوطين، ووقع الاعتداء على بعض لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري، وقع استفزاز لاعبين الاتحاد المنستيري، ربما هذا اللي خرج اللاعبين من التركيز نتاعهم وخلاهم معناتها في الشوط الثاني شفنا نرفزه واضحه على اللاعبين الاتحاد المنستيري، بما انه فما 3 أو 4 انذارات معناتها تحصلوا عليها اللاعبين في الوقت اللي ما يلزمهمش يتنرفزوا فيه ويتمكنوا معناتها يكونوا اكثر برود الدم معناتها باش يجاريوا ال 20 دقيقه اللي بقات، بما انه الاتحاد المنستيري قبل الهدف في دقيقه 70. لكن ربما اثر وقع معناتها اللي صار بين الشوطين كان تاثيره كبير على الفريق. لكن هذا ما يحجبش، مش نحكي تو من بعد نرجع للامور الفنيه، لكن فما امور اخرى اللي كانت خارج نطاق الرياضه هي اللي اثرت بين الشوطين واثناء المقابله، وشفنا كل مقذوفات وكريم وجاه. شوف شيء الامين شرف الدين، قبل ما ناخذوا معنا محمد امين الصيادي الناطق الرسمي للاتحاد المنستيري، امين شرف الدين تابع المباراه بكل تفاصيلها وعنده حيثيات. ماذا حدث؟ شنو اللي صار امين البارح؟ صحيح البارح رينا، خلينا نقولوا احنا متابعين، رينا معناها في بدايه شوط معناها العاب ناريه، معناها لاعب يشوط تماس يلقى بحذاه يلقى افلام ويلقى عندنا فيديوهات كيف بعد معناها بعد ما تظفرت ضربه جزاء نشوفوا في الكريموجين، معناها احنا كنا نحسبوا انه هذا فلام ولا حاجه ولا طلع كريموجين، وخلت حتى الاربيتر معناها ما عادش ينجم يرى، لكن الاربيتر هز الكره ومشى لعب حط الكره في البيلانتي، والاربيتر ماذا بيا انه الماتش يشوفها معناها انه تلعب بيلانتي ويظفر بعدها شادت بيلانتي، شاد احمد سليمان، نشوفوا لاعب مستير مشى باش يهز الكره معناها من بحث جهه الركنيه، نلقاوه كان هرب يجري، ونلقاو شفنا كان الاربيتر زفر نهايه المباراه. هذوما فيديوهات. مش عارف كيفاش كريموجين تبعث للاعبين، هذه غريبه شويه. كريموجين معناها تصور نحسبوه من جماهير المولديه والا لحد هذه اللحظه ما نعرفوش اسكو كريموجين يدخل من الجماهير او من طرف اخر، من تو ما نعرفوش الاسباب. نصور فلامات هذوما مادام خارجين من المدارج. لا هذوما كريموجين مش فلام، ما ينجمش يوصل كريموجين نعرف الامن. كريموجين الفلام ما ينجمش يفوت وسط راك حتى كي هو الصفحات نتاع المولديه تحدث على انه الامن هو الامن حتى بعد الماتش معناها جمهور مستير قعد سور تيران معناها هبط للغازون، الجماهير المولديه قالت لهم معناها مش احنا معناها الامن هو اللي عمل، واستدروا مازال اول ماتش جديد بعد التشديد والملعب بعد الماتش معناها راهو ولا كله مكسر. ظروف كانت صعيبه للاتحاد المنستيري، كيف بعد نهايه المباراه اللاعبين داخلين الفيستير يلقاو فيديو اخر موجود عندنا، يلقاو اعتداء معناها من اطراف ما نعرفش شكون هي الاطراف هذه، اسكو لاعبين مولديه مش لاعبين، خاطر المدرب محمد فوضى. شوف الفوضى فوضى الممرض نتاع اللاعبين، ممرض اللاعبين اول مره الحقيقه نشوفوا فوضى كما هكا بصراحه مش عارف شكون الاطراف هذه اللي موجوده في الممر هذا قدام حجرات فريق الاتحاد المنستيري. شوف الاعتداءات واضحه، الاعتداءات جلية، وفيديو موثق. هذا طبعا يوثق الاحداث اللي هي غريبه شويه، غريبه
غريبه. كيف حكى المدرب محمد الساحلي، قال ظروف صعيبه عشناها، خاصه انه وصلنا متاخر للميدان، معنا وصلنا 30 دقيقه وهنحكيهم بعد نشتغلوا. قال معنا وصلنا متاخرين 30 دقيقه وظروف كانت صعيبه، حتى باش تهبط التشكيله على الصفحه الرسميه للاتحاد المنستيري كانت لقات ظروف صعبه برشا معناها باش تهبط الفورماسيون سور باج انترنت. معناها ظروف عاشتها برشا صعيبه الاتحاد المنستيري قبل المباراه وفي بين الشوطين وبعد المباراه. نتصور هذه مباراه كره قدم، معناها ما نتمناوش تصير هكا وما ان الاخوات. اما المدرب قال فما لاعب من مولود الجزائر قال له مدرب صحيح احنا اخوات، لا ما لازم يصير هكا باش نجموا نترشحوا للجار مجموعات. مزيان الخطر بما انه لعب في تونس وطلب الاعتذار باسم اللاعبين تاع الجزائريين والاخوه من الاتحاد المنستيري ومن التوانسه بصفه عامه، خاطر العلاقات ما يلزمهاش تكون كيما هكا. مقابله نتاع كره قدم ما يلزمهاش تخرج على الاطار نتاعها، خاصه التوانسه والجزائري. انا كنت نمشي لغادي عباره كاني في تونس. بصراحه اللي صار هو حتى قبل منذ وصول الاتحاد المنستيري، بما انه انا باش نحكي على التفاصيل. الاتحاد المنستيري تكتم حتى على النزل وين يقيم، هو بعيد 20 كيلومتر على الملعب باش يتجنب، كان ممكن عنده استباء يتجنب الاحداث والشغب اللي صار. وحتى حصه التمارين كانت وقع اجراؤها قبل المقابله، نورمالمون تكون في ملعب الحصه النموذجيه في الملعب الرئيسي، وقع معناتها برمجه الحصه التدريبيه في ملعب مانديلا، في ملعب الفرعي في مانديلا، ملعب سيء وسيء جدا، ارضيه سيئه للغايه، اني نعتبرها مرعى نتاع ناشئ ماهيش ملعب لممارسه كره قدم. اون بليس معناتها الفريق تعرض عند دخول الحافله ما دخل الملعب الا 55 دقيقه قبل انطلاق المباراه. معناتها ضغط الوقت وضغط الجماهيري ما خلتش الحافله نتاع الاتحاد المنستيري تمر. معناتها دونك المضايقات بدات ما قبل المباراه وتواصلت خلال المقابله وما بعد المقابله. خلينا نرحب بسي توفيق زعبو. مساء الخير. اهلا وسهلا بك سي توفيق. اهلا وسهلا جمال. مساء الخير. مساء الخير كل الحضور. مساء الخير كل المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي. ونرحبوا بمحمد امين السيدي ناطق رسمي الاتحاد المنستيري. مرحبا بك محمد امين. اهلا وسهلا. مرحبا بك جمال ومرحبا بكل ضيوفك والحضور وكل مستمعي جوهرة FM. اللي ينجم ما يعرفوش الجانب الرياضي او الناس اللي تفرجت في المقابله وتفرجت ربما في احداث يمكن انتم عشتوها على المكان، تنجم تعطينا تفاصيل وكواليس اخرى اللي الحقيقه فاجات العديد، خاصه مباراه تجمع فريقين شقيقين من بلدين شقيقين. اكيد جمال كما تعرفوا. خلينا نبداو من مقابله الذهاب. بالنسبه للاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقه استقبل فريق المولديه كما يلزم، الامن زاد نتاعنا استقبل جماهير المولديه كما يلزم. معناها احنا المفروض فما 5% هي الحقيقه الكوتا اللي تعطى للجماهير، لكن دخلت كل الجماهير بدون تفتيش، خذوا راحتهم معناها على اساس في بلادهم، على اساس في دارهم، وروحوا سالمين غانمين لبس عليهم. اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري وقت اللي مشى تمكينه من 2000 الحقيقه تذكره بمعنى 2000 مقعد بما انه بجواز السفر. لكن اللي نقوله بدايه خلينا نكون معناها امين في نقل الصوره، معناها في دخول الاتحاد الرياضي المنستيري للاراضي الجزائريه كان في استقبالنا الحقيقه ممثل عن السفاره التونسيه، كيف ممثلين عن فريق المولديه وعن الجامعه الجزائريه، يعني ترحاب كما يلزم. لكن بعد ترحاب وقت اللي نحكيوا على مقابله، على خاطر هذا لي بروتوكول، لكن بعد البروتوكول كي تلقى انت روحك تلعب في ملعب اللي هو ملعب فرعي لنيلسون مانديلا، اللي هو ملعب الحقيقه ما يجيش ملعب. تلقى انه المدرب والاطار الطبي لهنا اكثر خوفهم على الملاعبيه اللي يضربوا اكثر من انهم باش يقوموا بالحصه التدريبيه. طلبنا بتغيير الملعب هذايا، انه المفروض تكون حصه نموذجيه والاخيره قبل المقابله تكون في حصه في مكان المقابله، يعني في الملعب الرئيسي. للاسف ما تمش تمكيننا من ذلك. في الدخول احنا متفقين لهنا وهذا في الاجتماع الفني انه عندنا 30 دقيقه معناها من المفروض يخرج الحافله نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري، تخرج مع 6:15 باش توصل في توقيتها 7:15. نلقاو رواحنا اللي احنا ساعه ونص في الطريق، نلقاو رواحنا نص ساعه في الحافله. الجماهير معناها تصور انتم في امبوتياج، جماهير المولديه على اليمين وعلى اليسار، كل شيء تراه من قوارير، من رمي مقذوفات، من حجاره، من كلام بذيء، من كل شيء. يعني كي تعرفوا الجماهير شنو تنجم تعمل قبل المقابله بالنسبه للملاعبيه اللي كانوا ديكونتراكتي الحقيقه
وحاضرين المقابله يلقاو رواحهم يدخلوا تصور انت نص ساعه وهما جماهير المولديه على اليمين وعلى اليسار. راهو وضعيه كارثيه لهنا. من المفروض انه دخول كما تعرفوا احنا ما فماش كلام معناها بالنسبه للحافلات حفلات اللاعبين ديما الطريق يكون مفتوح. للاسف معناها وضعيه ما نحكي لكمش. بالنسبه للجماهير زاد بالنسبه للدخول تفتيش غير عادي صار بالنسبه للجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري. مش مشكل هذا كل نجموا نفوتوا، لكن انك تجي تقول له راهو وخر يلزمك بالقانون يلزمك توخر المقابله خاطر اني وصلت قبل ما مخر ومش اني السبب. لان عندك جهه منظمه من المفروض انه الكوميسار دو ماتش يبدا يهدد ويقول لا يلزمكم تلعبوا المقابله نتاعكم في الوقت نتاعها واعطيني الفوي دو ماتش وتو يلزمنا نلعبوا. هذا اللي خلى ممكن يدخلوا على اعصابهم بالنسبه للاعبين ولا الاداره الفنيه، ولو انه الاداره الفني حاول الحقيقه باش نكونوا واضحين انه ياكد على اللاعبيه انهم الحقيقه معناها يحضروا رواحهم باش يلعبوا المقابله في وقتها. معناها حاولوا ما يحسوش انه فما اشكال باش تبدا الامور منظمه. يعني لازم انك اولا ملعب التمارين ما تاخذش ملعب اللي تنجم تترينا فيه، لازم انك توصل مخر، لازم انه ما ينجمش يوخر لك المقابله، لازم انه المضايقات اللي موجوده والسب والشتم في الطريق وغيره يعني بالنسبه حاله كارثيه باش نجم هذه قبل المقابله. راهو نحكيو راهو قبل ما ندخلوا للمقابله. بالك توصل للمقابله بدايه المقابله من اللي بدايه المقابله راهو شتى انواع المقذوفات ولا الشماريخ والالعاب الناريه موجوده. معناها تصور انت احمد سليمان يلعبوا بجنبه الالعاب الناريه، والاشكال وين وقت اللي تسكى احمد سليمان خذا ورقه صفراء يعني حتى باش يوقف والا ما ينجمش يكمل يخاف لا ياخذ ورقه حمراء معناها اللاعب. وهذا اشكال بالنسبه للاعبين. راهو كي ترى الحكم طريقه التصرف نتاعو من ناحيه الاوراق الصفراء يمكن انتم حكيتوا لهنا على انه ممكن تشنجوا ليه. راهو كي تشوف الاوراق الصفراء اللي تعطات راهو بطريقه مجانيه. ممكن فما فرات سلطاني هذيك اللي يجبدوا من المايو نجم نفهمها منطقيه. لا هذا خلى انك ترى وقت اللي بدات المقابله جمال نحب نقول لك انه الوضعيه ريت اللي تتفرج فيه في الميدان. برا الميدان راهو حرب نجم نقول حرب بين الدرك والجماهير الجماهير الجزائريه. معناها انك ترى في اشياء معناها تصور انت كراسي مكسره ويرميوا على بعضهم، وتسمع زاده انه فما شكون توفى من الجماهير الجزائريه. يعني كيفاش باش تكون الوضعيه في وسط الميدان. معناها انه حتى اللاعبين يكونوا حتى ولو مركزين 100% وقت اللي يراو الوضعيه هذيك، وقت اللي يراو انه المدارج تتكسر، وقت اللي يراو انه الحرب موجوده بين الدرك، كيفاش باش تكون الوضعيه. بخلاف المقذوفات اللي قلت لك قاعده تترمى، معناها بخلاف الاستفزاز اللي ما نحكيوش عليه ما بين الجماهير التونسيه والجماهير. ما عادش نحكي على جماهير الاتحاد، نحكي على جماهير تونسيه وممثل كره القدم التونسيه اليوم، على خاطر نحكيو على دراب ونحكيو على اخوه بينهم وبين الجماهير الجزائريه. تقريبا فما الجماهير الجزائريه والهلاليه مشكله في التنظيم زاد، خاطر كلها مشاكل تنظيميه هيك تجي تشوف مشكله في التنظيم انه يحطوا جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري فوقهم وتحت منهم الجماهير المولديه، اوتوماتيكمون باش يصير استفزاز للاسف. معناها هذا سوء تنظيم زاد. كيف نحكي لك على المدارس شنو صاير فيها والمخالفات اللي قاعدين معناها اللاعبين يعيشوا في وضعيه الناس ماش تلعب في كوره، ما عادش تحكي على كوره. مين الكريموجين اللي هبط على التيران وشفنا الفيديو قدامنا؟ شكون المصدر نتاعو؟ باش نكمل لك اني باش نوصل بيك الغادي. معناها احنا هذا راهو نحكي لك على الشوط الاول. معناها كي دخلوا للشوط الاول بين الشوطين فما اعتداءات ومحاولات الاعتداء على احمد سليمان ومحاولات الاعتداء كثير. معناها هذا في وسط ما بين الشوطين. من بعد كي دخلوا في الشوط الثاني وقتها زادت الامور معناها كبرت، ولينا نراو في شماريخ، نراو في ضرب غير عادي ما بين الجماهير. هو لي بومب لاكريموجين اكيد جايين من الدرك، ما نتصورش جايين من الجماهير، لكن انت تبدا في وسط الميدان ترى في الشيء هذاك كيفاش تكون الوضعيه نتاعك. ترى في لي بومب لاكريموجين موجودين، انك يعني تحاول تسوق حتى اللاعبين. راهو اونتر بارونتيز معناها كان تفرجوا في الفيديو راهو اللاعبين خرجوا ما عادش ينجموا يتنفسوا وقت اللي بعد البينالتي بالضبط. خرجوا الحكم فرض عليهم يكملوا شو بالضبط؟ بالطبيعه الحكم هيكم ريتوه انتم الحكم راهو الحكم على ركبه ونص. الحكم للاسف معناها ما ينجمش يتنفس، ورغم هذا هز الكره ومشى للبوان بينالتي حب يكمل. وقلت لك راهو بعد البينالتي بالضبط وقت اللي شد احمد سليمان اللاعبين تاع الاتحاد الرياضي المونستيري خرجوا قبل ما يظفر هو، على خاطر ما عادش ينجموا يلعبوا. خرجوا وهما في الخروج هو ظفر معناها باش يختم المقابله، على خاطر حتى الوقت الاضافي ماهوش ما تمش حسبه. هيك ريتو حتى بالنسبه للاربيتر معناها في سونس واحد معناها ماشي. الاوراق الصفراء اللي تم هنا تقديمها للاتحاد الرياضي المونستيري راهو معناها مجانيه تقريبا. معناها اليوم هل انه فما موقف ولا خطوه من الاتحاد المونستيري في الاتجاه هذا؟ شو خلينا طبعا هو